هتعمل ايه يا وحش لو جالك نبيل من نبلاء الاساطير وقالك ان الموضوع تعدى مرحله ان ابوك وامك لقوك على باب جامع، وصل لمرحله ان ابوك وامك مش من العالم ده اصلا؟ تعالوا نشوف هيحصل ايه. في ليله من الليالي بيظهر حاكم مملكه تسوكويومي لبطلنا ميسويومي ماكوتو علشان يحوله لعالم تاني عند ملك تاني، وبيقول له ابوك وامك اساسا من عالم تاني، وبسبب ظروفهم وقعوا عقد مع ملك عالم تاني وجم لليابان ووافقوا يتنازلوا عن اغلى حاجه عندهم. يعني لو ما وافقتش تتنقل للعالم التاني حد من اخواتك البنات هيتنقلوا بدالك. بيوافق ماكوتو علشان يحمي اخواته من المصير ده، وبيبعت لابوه وامه رساله مع تسوكويومي اللي بيمد جسمه بقوه الكاي الخارقه تساعده في العالم الجديد. وفجاه جسم ماكوتو بيبتدي يختفي، فبيقول له تسوكويومي خليك صبور مع الملكه، هي دماغها لسعه حبتين. بيوافق ماكوتو بتفاؤل المغفلين، واول ما بيروح لها بتقول له ان شياطين وارواح عالمها خرجوا عن السيطره وده خلى البشر في خطر. وفجاه بتبص على شكله وبتضحك باستهزاء على سحنته المعفنه، وبتساله انت بجد ابنهم؟ منظرك قبيح مش عاجبني. بيتعصب وبيقول لها انت ليه طلبتيني بنفسك؟ بترد حتى صوتك بشع زي سحنتك، انا خلاص لقيت ابطال مناسبين لعالمي فهرميك على حافه الكوكب، شوف لك شغلانه مناسبه لوشك اللي شبه بلعه الحمام، وزائد انك ما تستاهلش تاخد من قوتي، لكن هعطف عليك بكرمي وهديك قدره الفهم والكلام بلغات الكائنات التانيه الا البشر. بتوقعوا الملكه وبيصيح ماكوتو، بس بيلحقوا تسوكويومي وبيقول له ما تخافش مش هتموت لو وقعت من الارتفاع ده، لان العالم اللي كنت فيه كان قاسي وبره حمايتنا، وانت في الاصل قوتك الجسديه والسحريه من سلاله كبيره بس حررتها لك، فهتبقى قوي جدا في العالم ده. بيبتدي جسم تسوكويومي يختفي، فبيفهم ماكوتو ان ده علشان استخدم جزء كبير من قوته فلازم يشحنها من جديد وينام له قرون. بيختفي تسوكويومي وبيقع ماكوتو وبيفضل يمشي لمده 3 ايام متواصلين في مكان مهجور من غير ميه ولا اكل، لحد ما بيسمع صوت حد بيستنجد فبيطير ينقذه، لكن بيتصدم بكلب براسين محوطين خنزير. بيندفع برجله يضرب الكلب اللي بيستغرب انه اتقتل في لحظه من قوته الكبيره. بتتخض الخنزيره منه وبتحاول تهرب، لكن بيوقفها ماكوتو وبيسالها عن مكان فيه بشر. بترد مفيش بشر في وستلاد، وبتعرفه بنفسها انها قيمه وغوله من الاراضي العليا، وكانت رايحه عند الجبل علشان تقدم نفسها كأضحية لشين لإنقاذ قريتها من المجاعة. بيفكر ماكوتو إنها طيبة وعايز ينقذها، بس كده هتقع في حبه وهيضطر يقضي باقي الأنمي بقصة رومانسية مع خنزيرة شقراء، وده شيء لا يتمناه لألد أعدائهم. بتاخده قيمة لمكان ياكل فيه، وبينبهر إنها بتستخدم السحر، فبيطلب منها تعلمه. بتشغل نار في إيديها وبيقلدها، بتقول له اتخيل إنها بتتحول لكرة نار واحدفها، فبيعمل بكلامها وبتتفاجئ بقوته وبتاخده يقيس مستواه، وبتقول له اكيد هتطلع مستوى 200 او 300. بيمسك المقياس اللي بينور فبتحبطه قيمه بانه المستوى الاول. اليوم اللي بعده بتلاقي قيمه رساله وداع من ماكوتو، بيشكرها انها علمته اساسيات السحر وانه هيحارب شين وينقذها. بيشعل ماكوتو النار وبيحول شكلها لقوس وسهم بيضربه على معبد بيتدمر. بيجري ماكوتو يشوف المصيبه اللي عملها، فبيكتشف اشرار واحد منهم بيقول له انهم استخدموا اسم شين علشان يسيطروا على الغيلان، وتدميرك لبيته هيخليه يجي يدمرك. بيختفي الاشرار وبيتحاوط ماكوتو بضباب، فبيفكر ان شين في الاساطير عباره عن محار ضخم بينتج ضباب، لكن اللي قدامه تنين ضخم بيهاجمه. بيعميه الضباب فبيستخدم قوته علشان يعرف هجوم التنين جاي منين ويتفاداه. بيهاجمه بالنار اللي بيفكر التنين انها مش هتخدشه حتى، لكن بتجرحه بالرغم من كونه مقاوم للنار. بيضربه ماكوتو لكمتين على كل جنب وبينهيه بضربه في الدقن. بيقع التنين لكن بيحبس ماكوتو جوه وهم ذكرياته البائسه بعد ما حولها شين لسعيده، فبيتلاعب بذكرى. اما نوكومي اعترفت له بحبها فوافق انه يخرج معاها، مع انه في الحقيقه كان رافضها وخلاها تعيط. بيستوعب ماكوتو ان ده وهم، وبيفهم قوه الكاي الحقيقيه اللي اداها لتسوكويومي، وهي انه بيصنع مجال حواليه يقدر يزود فيه من قوته. بيكسر ماكوتو الوهم وبيتصدم بشين اللي اتحول لتنين اليف فجاه بعد ما بص على ذكرياته، وبيطلب من ماكوتو انه يعمل عقد معاه بحيث هتزيد قوه الطرفين تبعا لقوتهم النسبيه مع بعض. بيوافق ماكوتو وبينفذوا طقوس العقد. بيبدا شين بان قوتهم تكون متساويه بنسبه 50-50، لكن بيفشل، فبيجرب 70-30 وبيفشل برضه. بيخليها 80-20 فبتنجح، وبيتحول شين لتلميذ ماكوتو اللي بيتفاجئ بان شين في الاساس بنت. بيفكر ماكوتو ان شين اللي بتتلاعب بالمجال وبذكريات الناس ومختصه في الاوهام اتحولت لبشريه، وهو كان عايزها تنين علشان يعتبرها مواصله يسافر بيها. بتقول له شين ان
ان في عقدهم المخلوق الاضعف بياخد شكل المخلوق الاقوى، علشان كده اتحولت بشريه زيه. بيسالها عن الذكريات اللي هي مهتمه بيها. بترد شفت كاتانا في دراما تاريخيه جوه ذكرياتك، وانا مهووسه باي حاجه لها علاقه بالساموري. بعدها بتدخلوا شين لمكان خاص بيها، فبيفكر ماكوتو ان المكان ينفع يتبني في مدينه، وبيسالها انت في الحقيقه ما كانش ليك علاقه بالاضحيه صح؟ خلينا نروح لجماعه الاوريك نوضح لهم سوء التفاهم. بيروحوا لقريتهم وبتشكروا قيمه على انقاذها من الاضحيه. بتقترح شين على الغيلان انهم يتنقلوا ويعيشوا في مجالها، فبيوافقوا، بس بيتخانق ماكوتو معاها علشان لو هاجمهم كائنات مفترسه. بتظهر شين صغيره وبتقول له ههزمهم انا. بيتفزع وبيسالها انت خلفتي امتى؟ بترد دي جزء متفرع مني وبتحكم فيه بقدرتي. بتنقلهم شين لمجالها بيعيشوا فيه، وبيفكر ماكوتو انه بيعرف يستخدم قدرات الميه والنار والظلام والارض والرعد، لكن قدره الرياح لسه مش عارف يتقنها قوي. بتقطع شين اللي بتترجاه علشان تشوف الحلقه الثانيه من الدراما التاريخيه في ذكرياته، لكن بيرفض بالرغم من زنها. فبتخرج وبتقول له هدور على نوع من الوسائط بره سجل بيه ذكرياتك واتفرج براحتي. بيشوف ماكوتو اجزاء ذكرياته قدامه ومنها صوره ابوه وامه، فبيقرر يمشي في نفس طريقهم، وفي البدايه هتكون من قريه انس. بيخرج ماكوتو بيساعد الاوريك في ازاله شجره عن طريق تقويه الخنجر بالكاري، فبيقطع الشجره وبيعزز قوه جسمه وبيشيلها من مكانها. بيسال واحد من الاوريك انت مجروح؟ وبيعالجه بكل سهوله بالكاي. بيجرح نفسه علشان يعالجه، لكن بيكتشف ان الكاي مش بيعمل مفعول على جسمه. بتيجي شين وهي شايله عجوز قزم وبتقول له ده اتهاجم من وحش مفترس وريحه دمك هتجذبه. بيدخل الوحش لمجالهم وبيكون على شكل عنكبوت عنده جوع ابدي وانفتاح شهيه مفزع. بيجري ماكوتو منه وهو مرعوب وبيسال شين عنه، فبتقول له انا حاربته قبل كده وجوعه خلاه مجنون، بس هرب بعد ما جسمه اتضرر كتير. بيقف ماكوتو قدام العنكبوت وبيفكر انه اكيد ضعيف قدام النار بما انه في الاول والاخر مجرد حشره، فبيصد ضربته وبيقطع رجله بالسكينه وبيجهز النار فوقيه يهجم بيها، لكن بيغفله العنكبوت وبينزل عليه بشبكه من فوق. بيتفاداه ماكوتو وبيلاحظ رجله اللي اتجددت ومهما قطعهم بيتجددوا، فبيضرب بسهم ناري على راس العنكبوت وبينزل بكره النار على دماغه. بيلاحظ ان العنكبوت بيجدد خلاياه بهجوم ماكوتو اللي بيسال شين مش المفروض انه بيهرب بعد ما جسمه بيتضرر زي ما قلتي؟ بترد ايوه بس شكل قوتك عجبته فمكمل. بينزل ماكوتو بسير رمح عليه، لكن بيجدد العنكبوت خلاياه وبيكسر منطقه الكاي بتاعته وبيطعنه وبيأيده من كل حته. بيتغابى ماكوتو وبيفك قيوده وبيطلق العنان لقوته، بيفجر اجزاء العنكبوت اللي بتتجدد، فبيكمل ضرب نار عليه زي الرصاص وبيتخلص منه باخر هجمه بسهم مائي. بيحس بالارهاق وبيقع، بس بيطلع العنكبوت يمسكه وهو فقد الوعي، فبتحاول شين تلحقه لكن بتندهش بالعنكبوت حاضن ماكوتو ومعجب بقوته. بتضربه شين وتاخد ماكوتو تعالجه، وبتقترح على العنكبوت انه يعمل عقد معاهم وينضم، فبيوافق. وبيصحى ماكوتو ويتفاجئ بان العنكبوت اتحول لبشريه. بتشرح لهم انهم حاولوا يعالجوه بس سحر العلاج منفعش على جسمه الا بمساعده قيمه ليهم. بيسالها طب واتحولت البشريه ازاي؟ بترد علشان عملت عقد معاك ومش هيفرق سواء برضاك او من غيره، هو اتعمل خلاص. بتيجي تشين مع القزم بيرين وبتقول له انه من سلاله الاقزام اللي بيصنعوا اسلحه مقدسه مشهوره. بيشكروا بيرين على انقاذه لقريتهم وبيسالوا لو ينفع ينضم لهم، فبيوافق بكل سهوله، لكن بتقطع شين وبتضيف شروط انهم يمدوهم بالاسلحه وتعمير الارض ودفع الضرايب، وبتديه جزء من حراشفها كرشوه لشعبه. بعدها بيخرج ماكوتو وبيكتشف قريه زيت صويا اللي فيها بشر، بس بتطلب منه شين يجي معاها هي والعنكبوت، وبيطلبوا انه يسميهم. بيسمي شين بتومي فقوتها بتزيد حسب اسمها، وبيسمي العنكبوت بميو. بياخدوه الاتنين وبيتفاجئ بكميه الكائنات الغريبه اللي قدامه. بيشكروا إلد سيد الاقزام وبيسالوا هي الملكه بعتتك لمهمه هنا؟ بيتنرفز ماكوتو علشان افتكر اللي عملته فيه وبيقول له مستحيل اقبل اشتغل تحت الملكه الخسيسه دي. بيرد إلد طمنتني لان ارائنا مختلفه عن الملكه ومش بنطقها احنا كمان. بعدها بتوريه تومي اتباعها السحالي المتحكمين بالميه والهواء، اما ميو بتوريه اتباعها الالكي وبتقول له ما عرفوش يهربوا من الجوع بس جوهرك ودمك والمانه خلاهم يشبعوا. بيرحب ماكوتو بيهم وبيسيب باقي الشغل لميو توموي وبيخلع علشان يروح لقريه زيت صويا. وفي طريقه بيقابل بنت جميله لكن بتهرب منه هي بتناديه بالوحش. بيستغرب بس بيكمل طريقه للقريه وهو مقتنع انها اكيد اتلخبطت بينه وبين حد تاني، بس بيلاقيهم مستعدين بالاسلحه على باب القريه وبيهاجموه، هم مش فاهمين لغته ولا هو فاهم
فاهم لغتهم، فبيستوعب ان الملكة هي السبب وبيجري يرجع لمكانه يكتئب. بتقول له قيمة دول بيتكلموا العامية واحنا التلاتة بنعرف نتكلمها. بيسأل ماكوتو معنى كده ان المفروض اتعلمها علشان ما يجروش مني؟ بيردوا ما نعتقدش ان المشكلة في لغتك اكتر من انها في شكلك. بيسألهم للدرجة دي شكل دنيء يدعو للتنمر؟ بتضحك توموي عليه بس بيسفعها كف فبتحترم نفسها، وبتقول له المشكلة في المانة بتاعتك لانها كتير وبتشوه المنطقة حواليك، فبتظهر قدامهم بمظهر جيش ملوك الشياطين. بتقترح قيمة انه يحبس المانة بتاعته بالتخيل. بيحاول فبتقول له ميو عاش كده الجيش ناقص واحد. بيصمم ماكوتو انه هيتعلم لغتهم وهيتدرب على حبس المانة ويغطي سحنته لو دي المشكلة. بعد اسبوعين بيجيله روجوي خاتم يمتص المانة لكن بيتكسر من قوته، فبيصمم انه يصنع له خاتم يقضي عليه شخصيا مش يمتص المانة بس. بعد شهر بيتقن ماكوتو العامية بس المشكلة بتكون في نطقه. بيدخل روجوي بخاتم جديد بيمتص المانة ويضغطها، وبيقول له لما يتحول لونه للاحمر لازم تقلعه لان ده معناه انه وصل لحده. بيروحوا لزيتسويا على هيئة تجار اغنياء وبيسأل ماكوتو هو ليه كل الموجودين شكلهم حلو؟ ليه كلهم بيتلقلقوا وناقصهم فولت وينوروا؟ وبيحس بالاحباط وان العالم مش عادل ولا حتى ياسر. بيروحوا لنقابة المغامرين فبتشرح لهم الموظفة الوضع، وبتسأل ماكوتو بما انك تاجر غني فاكيد مشترك في نقابة التجار، وريني بطاقتك عشان اسجلك. لكن بيرد انا نسيتها. بتقيس الموظفة مستوى ميو توموي اللي بيكون معدي ال 1500 وبيتفاجئ الموجودين بيهم. بيتسجلوا في النقابة وبتقول لهم الموظفة ان اعلى مستوى في النقابة هي صوفيا بولجا قاتلة التنين لانسر. بيجرب ماكوتو يقيس مستواه لكن بيطلع زي ما هو في الحضيض. بيقعدوا في مسكن وبيلاحظوا ان الاسعار مولعة في زيت صويا وغالية اوفر وانهم متراقبين من اول ما دخلوها. فبيتفق ماكوتو مع توموي انها تراقب العربية، وفي طريقه مع ميو بتوقفهم بنت صغيرة. بتعيط البنت فجأة فبيقرروا ياخدوها لمكانهم وبيراقبهم مغامر من بعيد بضحكة ما تطمنش. بتحكي لهم البنت رينون انها كانت مع اختها توا اللي بتشتغل مغامرة وفجأة اختفت من شهر وهي اتطردت من مكانهم المتأجر. في نفس الوقت بتقفش توموي الحرامية اللي بيحاولوا يستولوا على العربية. بتضرب واحد تطيره وبتقتل اتنين وبتفقد الرابع وعيه وبتاخده الماكوتو اللي بيهزقها على الفوضى اللي عملتها. بتدخل رينون تديه رسمة لتوا فبيلاحظ حاجة فيها، واول ما بتخرج رينون بيدور في ذكريات الحرامية وبيلاقي ان ليهم صلة بتوا، فبيطلب من ميو وتوموي انهم يدوروا عليها في المكان اللي شافه. بيوافقوا. بيبص ماكوتو في الرسمة وهو بيفكر ان تو نسخة من نوكومي. بتفتكر رينون ذكرياتها مع توا اما استلفت دين كبير من نقابة المغامرين على اساس تسدده بتنفيذها للمهمات لكن فشلت، وما تبقاش الا فلوس قليلة مع رينون اللي قررت تنفيذ كلام توا وتهرب من زيتسويا، بس بيمنعها مغامر وبيستغلها. بيبيع ماكوتو فاكهة غريبة بسعر عالي في القرية فبتقلق رينون منه علشان كل حاجة حواليه غريبة حتى الفاكهة. وفجأة بتلاحظ وجود المغامر فبتسيب ماكوتو اللي بيتجسس عليها وهي بتقول للمغامر المعلومات اللي عرفتها عنه وانه باع فاكهة بفلوس كتير. بيأمرها المغامر انها تسرق الفلوس دي وبكده دين توا هيتسدد وهيخرجها. بتكره رينون فكرة انها تستغل طيبة حد بس بتوافق وبتقعد تصارع افكارها وهي مكتئبة. فبيجي ماكوتو ينقذها وبتعتذر له. من ناحية تانية بتلاقي ميو وتومي مكان اختها وبيعالجوها بعد ما جسمها باظ من التجارب السحرية وبياخدوها معاهم، بس بيوقفهم ايس اقوى مغامر في زيت صويا. بيحذرهم ايس وبيتفشخر عليهم بمعرفته وان ادعائهم للقوة والمستوى العالي هيقتلهم علشان ممكن النقابة تديها مهمة التخلص من بشري عنده قوة مانا خارقة وفي جوائز على راسه. وبيقترح عليهم لو عايزين ينضموا له وهيديهم الفلوس والشهرة وكل اللي عايزينه. بيرفضوا عرضه فبيستهزأ وبيغلط في سيدهم ماكوتو. بيقول له حلو قوي غلطت واحنا كنا مستنيينك تغلط. وبيهجموا عليه لكن بيصد هجمتهم بحاجز. بيقرروا يبقوا جد وبتندفع توموي تكسر الحاجز وبتنزل ضرب فيهم، اما ميو بتمسك ايس وتنزل لاتش على وشه لحد ما بيورم. بيتناوبوا على ضرب المغامرين وبيدمروا المكان. بيهددهم ايس بتوه لكن ما بيلحقش وبيتحدف لمجرة ابو زعبل. بتتخانق ميو مع توموي وبيعلوا على بعض مين اجمد من التاني بالافعال عشان الكلام مش نافع، فبيدمروا زيت صويا كلها. بتقابل رينون توا وبيروحوا الماكوتو اللي بيتاكد انها نسخة من نوكومي بس بشعر احمر. بيطلب ماكوتو من ميو انها تصنع خيط عنكبوت وبيلفها مع توموي بيه وبيحدفهم لابو زعبل مع ايس عقابا ليهم على ترشمة زيت صويا. بيرجعوا لنقابة المغامرين وبيكونوا عدلوا على ذكرياتهم بقدرة توموي بسبب المهزلة اللي عملوها. بتقول لهم الموظفة
لازم تسجلوا تاني في تسيجي بما ان تسجيلاتكم اتدمرت هنا. بيروح ماكوتو يقول لتوموي بما انك متعصبة من فرق المستوى بينك وبين ميو، فايه رأيك في قصة الساموري الجوال اللي بيتجول وبيهلك نفسه بالتدريبات الصعبة؟ حبها للساموري بيعميها فبتروح تتدرب زيهم. اما الباقي بيكونوا في طريقهم لتسيجي وبيقابلوا نحل احمر بتتخلص منه ميو بسهولة، وبيجمعوا في عيونه اجزائه علشان مهمين. بتقترح توا على ماكوتو انه يستغل المواد دي ويبيعها في شركته التجارية شركة كوزونوها. بيقابلوا حشرات بعيون ياقوتية فبيخلوا ماكوتو هو اللي يتخلص منها. بيستخدم قوسه وسهمه وبيقضي عليهم كلهم وبيجمع الباقي عيونهم. بيروحوا يسجلوا نفسهم في تسيجي، وبيلاقي ماكوتو مهمة خاصة من شركة رامبرانت التجارية طالبين عيون ياقوتية. بيقسموا الاجزاء ما بينهم وبيدوا ماكوتو الاجزاء النادرة والعيون الياقوتية. بيستعدوا للوداع فبيتبادلوا معلومات الاتصال ما بينهم عن طريق بطاقات النقابة اللي بتوفر لهم مميزات كتير. بيروحوا ياكلوا وبيتعرف ماكوتو على لويسا الالف وهزال اخصائي الكيمياء ورنينا من الاقزام. بتقول له توا انها سمعت اشاعات عن شركة رامبرانت ما تطمنش، وهي ان كل اللي بيقبل بتنفيذ مهماتهم بتحصل له حاجة بشعة. تاني يوم بيروح ماكوتو يطمن على الوضع في مجاله وبيلاقيهم بيبنوا بيوت اعتمادا على ذكرياته. بيسألهم ماكوتو عن توموي وانه مش عارف يتواصل معاها، بس بيكونوا هم كمان مش عارفين يوصلوا لها. بيجي إلدي جاري وبياخد ماكوتو يوريه الدروع اللي صنعها له، لكن بيرفضها علشان مبهرجة. بس بيلاقي واحدة عجبته من صنع روجوي اللي بيقول له دي بتسيطر على ألمانا وبتمنعها من الظهور وفي أسوأ الحالات هتقتلك، لكن بيلبسها ماكوتو. بيقول له روجوي وكمان هتوفر لك حماية ودفاع سحري لما لونها يتحول للأحمر وهتخليك تتحرك بسهولة. بيجربها ماكوتو في السرعة بس بتتملي البدلة بألمانا، فبيطلب منه انه يصنع له واحدة تمتص ألمانا أفضل. بيقرر ماكوتو بعدها يروح لشركة رامبرانت بالأجزاء اللي طالبينها. بيقابل رامبرانت وبيعرفه بأنه في المستوى الأول وده أول شغل له وقريب هينضم لنقابة التجار. بيقلب رامبرانت جد وبيرفضه وهو بيقول له العيون الياقوتية صعب تتجاب والمهمة دي صعبة عليك، بس بيندهش اما يلاقيه جابهم وبيعتذر له وبيشرح له انه محتاجهم في صنع امبروسيا وهو العلاج السحري لأي مرض، وان مراته وعياله مصابين بنوع من اللعنات بسبب طبيب دجال قبضوا عليه بس رفض يعترف بطرق التخلص من اللعنة لحد ما تخلصوا منه شخصيا. بيقترح ماكوتو عليه انه يجيب هزال يصنع لهم الدواء فبيوافق، وعلى ما يتحدد ميعاد مقابلتهم بيروح ماكوتو يسجل في نقابة التجار. فبتقول له الموظفة انه هيمتحن امتحانين، واحد تحريري وعلشان يجتازه عنده كتاب يذاكره، والتاني عملي بيطلبوا منه يجيب اجزاء وادوات معينة ولو فشل مش هيقدر يعيده الا بعد نص سنة. بيبص ماكوتو بصة في الكتاب وبيكتشف قد ايه الاسئلة بدائية وبسيطة، فبيطلب انه يمتحن على طول وبيخلصه في 5 دقايق. بيتصدم المراقب بانه جاب الدرجة الكاملة بس بيمتحنه العملي وبيقول له يسحب كورة، وبتطلع له واحدة مطلوب منه يجيب اجزاء نادرة او لو معرفش يجيبها يجيب اجزاء بنفس صعوبتها وندرتها. بيديه ماكوتو الاجزاء اللي جمعها من النحل فبيتصدم وبينجحه فبيشتغل في نقابة التجار. بترجع توموي للفضاء بعد فترة بسلطعون وبتشوف ميو اللي بتكون قاعدة بتترجم ذكريات ماكوتو علشان تساعدهم في تعمير المجال. بيجي ماكوتو وبيكون بيخطط لبناء مدينة وهمية عن طريق انه يدخل المغامرين في مجاله ويرجعهم بجزء من منتجاته بحيث ينشر اشاعات عن المدينة الوهمية ومنتجاتها، وبكده هيكسب فلوس وينجح مشروعه. تاني يوم بيقابل هزال ماكوتو وبيروحوا مع بعض المكان رامبرانت. بيراقبهم لاتي وبيفكر في خطة تخلصه من ماكوتو علشان يساعد رامبرانت الوغد. بيبدأ هزال في صناعة امبروسيا وبيخلصهم كلهم وبيستعدوا علشان يعالجوا مرات رامبراند وعياله، لكن بيكتشفوا انه فشل يدي مراته الدواء بسبب نوبة هلع دخلتها وجرحته كمان. بيقول له هزال شكل نوبة الهلع دي جزء من اللعنة علشان تمنعكم انكم تعالجوها. بيرد رامبرانت ان الاعراض بدأت بسخونية خفيفة وكرهها للمية والضوء، بعدها شعرها وقع وعينيها اتحولت للون الاحمر. بيطلب ماكوتو انه يقابلها وهيديها الدواء بنفسه، وبيمسك منديل يحط فيه جزء من الدواء اللي واقع، فبتنجذب للريحة وبتخرج تهجم على ماكوتو اللي بيتفاداها وبيفتكر اما اخته كانت بتتدرب جودو عليه، فبيقرر يقلد حركاتها وبيكتف مرات رامبرانت وبيديها الدواء وبترجع كويسة. بيعيدوا نفس الموضوع مع عياله الاتنين وبيشكروا رامبرانت على علاجه ليهم. بيخرج ماكوتو من عنده يلاقي في وشه ميو توموي اللي بيحاول مغامر يهاجمهم فجأة بالنار، بس بيتفاداها ماكوتو وما بتأثرش في ميو توموي. بيجي لاتي باقي رجالته وبيطلب منهم ينضموا له، فبتوافق ميو انها تنضم وبتقول له مش هدخل في معركتكم مقابل 10 قطع
دهب. بيوافقوا وبتبدأ المعركة بينهم وبين ماكوتو وتوموي اللي بيقضوا عليهم. ما بيتبقاش الا لاتي اللي بيستنتج بميو، فبتقول له انا قلت مش هتدخل في المعركة. بيزعق لها بس احنا هندفع لك. بترد مفيش فرق بين ان ناخد الفلوس منك وانت حي او اخدها من جثتك وانت ميت. بيحاول واحد يهرب بتعويذة لكن بيوقفوا ماكوتو وبيرزعوا جامد. بيهجم لاتي بخنجره عليهم لكن بتوقعه توموي وبيفتكر انه هيموت فبيطلب المغفرة، لكن بتشوف ذكرياته وبتمتنع عن قتله. بيسأله ماكوتو انت جاي تطلب المغفرة والرحمة والمسامحة بعد اللي عملته في مرات رامبرانت وعياله؟ بيرد انا اسف اني خليتهم يناموا نوم عميق. بيقول له ماكوتو دي لعنة كانت هتقتلهم مش هتنيمهم. بيحلف له لاتي انها بتخليهم يناموا وان الموضوع بدأ من شهور اما قابل واحد في بار وقعد يشتكي له من مهمات شركة رامبرانت واللي بسببها بيموت مغامرين كتير. فبيحور عليه الراجل وبيقول له ده انا سمعت ان في مغامرين من 200 ماتوا بسببه، واقترح عليه انه ينتقم من رامبرانت عن طريق لعنة تنيم مراته وعياله نوم عميق. بيصدقوا ماكوتو بعد ما اتأكد من ذكرياته عن طريق توموي وبياخده يعتذر لرامبرانت وكعقاب هيوقف شغله كمغامر. بعد فترة بتقابله توموي وبتسأله هو ده الميتم الغالي عليك؟ بيرد ده المكان الوحيد الغالي عليا، علشان كده اما الراجل حور عليا صدقته. بتديله توموي سيفها بما انها كسرت له سلاحه فبينبهر بقوة السيف. بتقترح توموي عليه انه يشتغل عندها كجاسوس ويخدمها مقابل انها تديله فلوس وتحمي ميتمه الغالي فبيوافق. بعدها بتراقب توموي رامبرانت وبتلاحظ انهم مش سالكين قوي وان الطبيب الدجال كان ضحية لطموحهم. في المجال بتكلمهم قيمة على ان المقاتلين هنا فقدوا ثقتهم بعد ما اتدربوا مع ماكوتو وتوموي وميو وبقوا محبطين من قوتهم الكبيرة. بيروح ماكوتو يتصنت على كلام مجموعة من الاوريك وبيسمعهم بيعبروا عن احباطهم وان ما عندهمش مانع يتدربوا مع توموي وميو. تشان بيتساهلوا معاهم شوية لكن مع ماكوتو الوضع مختلف وبيفجرهم وبيشويهم وبيخلي اطرافهم مقرمشة. بتروح توموي لماكوتو وبتعبر عن استيائها ان اتباعها السحالي طلعوا اضعف بنسبة 10% من اللي توقعته. بيفكر ماكوتو ان قوتهم هتبقى احسن لو كل مجموعة قررت تستخدم تقنيات المجموعة التانية، بس بما انهم مخليين تقنياتهم سرية مش عايزين يستعرضوها علشان فخرهم. فبتنفذ توموي فكرة انها تخلي اقوى مقاتل من كل مجموعة يتعارك مع التاني. وبتبدأ المعركة بين اجاريس ممثل الاوريك مع ليدي ممثل السحالي اللي بيهجم بالرياح بس بيصدها اجاريس. بينط ليدي يهجم بسيفه لكن بيصده اجاريس بسحره وبيهجم بسلاحه وبيكسر الحلبة. بيتفاداه ليدي وبيهجم بالرياح اللي بتعور اجاريس لكن بيمسكه بيهبده في الارض وبيفوز. بتنتهي المعركة وبتهزهم توموي بمحاضرة عن قد ايه هم ضعاف وكل فترة هيشاركوا في قتالات فردية ويستعرضوا تقنياتهم قدام بعض وملهاش لازمة الانانية وتفردهم بتقنياتهم في حين انهم مجرد ضعاف بيتهزموا بيها ومن غيرها، فالاحسن يتخلوا عن فخرهم بيها ويقاتلوا ويتنافسوا من الاقوى. بيروح ماكوتو لنقابة المغامرين وبتطلب منه الموظفة انه يدرب مغامرين علشان عندهم نقص فيهم، وده بسبب ان لاتي اتصاب واعتزل هو وباقي رجالته. بيوافق وبيطلب ماكوتو من توموي انها تدرب توا ومجموعتها فبتوافق وبتفكر في ان اكيد توا شبه حد يعرفه في عالمه الاصلي علشان كده مهتم بيها وعايز يساعدها. بتدربهم توموي تدريب قاسي وبيوصلوا عند مجموعة من الغوريلا بيفشلوا في هزيمتها فبتحبسهم توموي وبتنزل تهزقهم على هجومهم الدنيء وبتفهمهم ابسط الاستراتيجيات الهجومية وهي ان هزال يصنع فخ باستخدام سحر المية والارض، اما لويسا تروح لمكان بعيد تهجم منه ويحطوا سم الشلل في الارض. بتشيل توموي الحاجز واول ما الغوريلا بيخرجوا للارض المسمومة بتتشل حركتهم فبتتخلص منهم لويسا بسهامها. بتنط غوريلا على باقي الجثث لكن بتضربها رنينة من قدام وبتخفي توا نفسها وبتقضي على الغوريلا من ورا، وبكده هيقدروا يوفروا مانا كتير للهجوم. بيقول لها هزال بس انا لسه مش بعرف استخدم تعاويذ كبيرة. بترد دول في الاول والاخر كائنات حية يعني مجرد ما تحبس نفسهم هيفقدوا الوعي. بيعملوا بنصايحها وبيهزموا غوريلا كتير فبتقول لهم هسيبكم في الغابة تهزموا زيهم تاني وترجعوا للنقابة تعترف بيكم بغض النظر عن مستواكم كام. بتحكي توموي اللي حصل للموظفة اللي بتترعب وبتقول لها غابة تينا راك خطرة وكتير ماتوا واختفوا فيها، لكن ما بتكملش كلامها وبتتفاجئ بمجموعة توا راجعين متدشملين بس هزموهم كلهم. اما عند ماكاتو بيطلب من ميو انها تجيب له زهور الامبريسا من غابة تينا راك علشان فكر انه يستغلها كمنتج لشركته، وبيقول لها هروح ادور على مكان ابيع فيه بضاعتي. وبيروح لرامبرانت يطلب منه تأجير محل له فبيوافق يأجر له محل في تسيجي، بس بيسأله يا ترى ايه السبب اللي مخليك تأجر محل من عندي بدل ما تفتح واحد خاص بيك
ليك، فبيعرف انه فهم السبب الحقيقي، وهو انه لو فتح محل خاص بيه هتطلب منه المملكة انه يشتغل كجاسوس في المقابل، ولو رفض شغله هيتضرر. ففكر انه يأجر محل من بتوع رامبرانت اللي اكيد بيدعمهم بتجسسه. بيقول له رامبرانت ان في مدينة محايدة ملهاش علاقة بالمملكة يقدر يأسس فيها متجره الخاص. بتوصل ميو مع اكينا من الالاكي لغابة تيناراك في نفس الوقت اللي بيكون فيه مغامرين زائد 2 من الالف شكلهم ما يطمنش. بتضرب اقوى المغامرين وبتقول لإيريس كنت هقتلهم لو لمسوا اللوتس الاحمر. في المجال بيحتفلوا بتأسيس ماكوتو لشركته الخاصة، وبتيجي اكينا من الالاكي تحكي له عن اللي عملوه في غابة تيناراك، وانهم لقوا الزهرة والملف ده فيه كل المعلومات، بس ما عرفوش يرجعوا بواحدة علشان في حد بيرعى الغابة. بيجي بعدها ليدي من السحالي يبلغ ماكوتو بانه بعد ما اتدربوا على التقنيات القتالية المختلفة بقى اقوى وهزم اجاريس. بعدها بيقعد إلد جنب ماكوتو اللي بيقترح عليه يديله جزء من محله في تسيجي يصنع الاسلحة فيه. بيجي واحد من الاوريك يبلغه انه بقى المسؤول عن بضاعة المدينة الوهمية وادارتها. اما عند توموي وميو مش بيحسوا بوجود ماكوتو، فجأة بيفتكروه مات، لكن بيرجعوا يحسوا بوجوده فبيروحوا لمكانه بسرعة. وبتستفسر توموي منه عن طريقة تدريبه للقوس. بيرد بسرح في اعمق افكاري. بتقول له اللي بتعمله ده بيشتت وعيك فبتندمج مع محيطك. بيرد ما انا فعلا بتخيل نفسي بندمج مع المحيط. بتزعق له انه ما ينفعش يوسع ادراكه لمدى واسع ويشكل نفسه من جديد. بتعيط ميو، هي بتقول له ان الوعي بيشتت اما الناس بتموت بس، واللي بتعمله ده ما يفرقش عن الانتحار. بيتوتر وبيقول لهم بس انا حي يبقى مفيش مشكلة صح؟ بترد توموي في مشكلة، وهي ان المانة بتاعتك بتزيد مع ان المفروض ليها كم معين ومفيش اي نوع تدريب بيزودها. بيبص ماكوتو على خواتمه وبيتصدم ان لونها بقى احمر من كتر الالمانة اللي امتصتها. بتكمل تركيزك الشديد الشبيه بالموت واعادة الحياة هو اللي بيرفع المانة، مع ان كل اللي بتعمله هو رمي سهم. بيسألها قصدك ان قوة المانة بتاعتي زادت جندي من جيوش ملوك الشياطين؟ بترد بقت اسوأ، وبسبب ده المجال بيتوسع لانه نتج من اندماج قوتي مع قوتك، ولو الوضع زاد عن حده كده الملكة هتعرف عن الحوار وهتبديك من عالمها. فدلوقتي هنخلي القزم يصنعوا لك ادوات جديدة تمتص لك المانة. بعد فترة بيخلص رجوي بدلة ماكوتو الممتصة الالمانة، وبياخد ميو يقول لها بفكر نروح نتفاوض مع اللي بيحموا ظهور امبريسا. بيروحوا وبترمي ميو شباكها على المغامرين اللي بيراقبوها وبيهربوا من قدامها. بيروحوا لمكان الظهور لكن بيلاقوا اكوا وايريس قدامهم ومن وراهم المغامرين. بتهاجمهم ايريس بالتلج فبيهربوا كلهم وبيصد ماكوتو سحرها. بتضرب اكوا بنارها عليهم لكن بيصدها ماكوتو بالكاي وبيحميهم فبيتفاجئوا. بيكمل ماكوتو هروبه وهو شايل ميو لرغبتها في قتلهم بتزيد وهو عايز يحلها ودي معاهم. فبيستنتج بتوموي بعد ما بيرشيها انه هيسمح لها تصنع الكاتانا. بتوافق وهي فرحانه وبتقول له ساعدني هنستدرجهم للمدينه الوهميه. فبيمثل ماكوتو انه بيهاجم المغامرين بالنار وبتسحبهم توموي للمدينه الوهميه. بيجرح ماكوتو ايده بالتلج وبيرجع ميو لوعيها بدمه. بتقول له ايريس تعويذتها لكن بتمنعها ميو وبتوقف تعويذتها بسحبها. بيشعل ماكوتو كرة نار وبيدمر بيها اسلحه اكوا وايريس اللي بيضطروا يسمعوا كلامه انه جاي يتفاوض بصفته تاجر. فبياخدوه لقريتهم يتفاهم مع حكامهم وكبيرهم نيل جستوري. بيدخل ابنه ادوني يسال ماكوتو هم التجار اللي زيك بيبقوا اقوياء لدرجه انهم يهزموا اكوا وايريس؟ بيرد اصل اتعلمت شويه دفاع عن النفس. بيشك ادنو فيه بس بيسيبه ويمشي. بعد ما بيخلصوا مع الحكام بيجي مدرب اكوا وايريس يرحب بيهم وبيعرفهم باسمه هو موندو. بيسلم على ماكوتو وبيتحمس لقوته فبتهبده ميو بعيد علشان مسك ايد سيدها لفتره طويله. بتروح اكوا وايريس يطمنوا على موندو بيلاقوه بيضحك وحماسه بيزيد وانه يعرف مين الاقوياء دول. من ناحيه تانية بيطلب ماكوتو من ميو انها تجمع معلومات عن ادونو وموندو. بترجع ميو تبلغ ماكوتو ان ادونو بيتعامل مع الشياطين اما موندو ممسوس بحاجه. بيقول لها الوضع شكله معقد بس سيبنا من ده وروحي للمجال بدلي مع توموي. بالليل بيلاحظ ماكوتو ان موندو بيخنق ادوني وفجاه بيطلع من جواه هيكل عظمي بيسحب روح ادونو وبيفقد موندو الوعي. بيسالوا ماكوتو ليه عملت كده؟ بيرد انا امتصيت حيويه موندو لكن قتلت ادونو علشان كان على علاقه بكائنات مزعجه لكن هدفي الحقيقي هو انت. بيرد ماكوتو هوسك بالمعرفه خلاك تمتلك جسم خالد يبقى انت اكيد ليتش. بيهاجموا ليتش وبيحاول يسيطر عليه لكن بيحبطوا ماكوتو وبيقول له مش هتعرف لان عندي مناعه ضد تعويذ السيطره. وبيهاجموا بتعويذه الظلام شبيهه بتعويذ ميو وبيسحب قوته وبيؤمر تيموي تسحبه للمجال علشان يحقق معاه بعدين. بيتصدم حكام القريه وبيقولوا له انت طلعت مش مجرد تاجر
عادي، واحنا اللي كنا ناويين نتخلص منك على غفله في الوليمه دي. بتروح توموي لليوجو ستوري وبتساله مش فاكرني؟ انا اللي عملت لك الحاجز على قريتك. بيفتكرها وبيأمر الباقي انهم يقدموا احترامهم ليها، فبتقول لهم قدموه لسيدي ماكوتو لاني بشتغل عنده، فبيتصدموا اكتر. بيروح ماكوتو يستجوب ليتش اللي بيقول له انا دخلت قريتهم علشان اراقبهم وبقيت خالد، كله علشان ابقى عطيه، مش عطيه خالتك، لا قصدي عطيه اللي هم ارقى انواع البشر. بترد توموي انت عايز تبقى عطيه عشان مدرك ان في عوالم تانية غير عوالم الملوك، واللي بيبقى منهم يقدر يسافر بحريه لكل العوالم دي. بس للاسف دي مش حقيقه، لان عبر الزمان كان في بشر لقوا فجوات في عوالم تانية ودخلوها لكن اتسحبوا ورجعوا للعالم ده، وقليلين نادرين هم اللي عاشوا في العوالم التانية، ودول اللي بنسميهم عطيه. يعني هم ما بقوش عطيه عشان يسافروا العوالم، هم سافروا العوالم فبقوا عطيه، ومش قصدي على خالتك لا. بيسالها ماكوتو يعني في فرص للسفر؟ بترد موجوده بس نادره، حتى لو سمحت لك الملكه وفتحت باب لعالم تاني ففرصه نجاتك مش هتتعدى ال 10%. بيحس ليتش بالاحباط، فبتحفزه توموي وبتقترح عليه انه يعمل عقد مع ماكوتو لو عايز يعرف اكتر عن سحره، فبيوافق وبيعملوا العقد وبيتحول ليتش البشري. في نفس الوقت بيكون المغامرين اللي في المدينه الوهميه بيخططوا انهم يسرقوا الكنوز الموجوده المخزن، وفجاه بتنزف توموي وبتفقد وعيها قدام ماكوتو والباقي. بيؤمر ماكوتو ميو انها تعالج جروحها، وبياخدها ليتش معاه اللي بيقع في نص الطريق من الارهاق علشان مش متعود على الجسم ده. بيقول له ليتش بدل ما اضيع المانه في الوصول اقدر استغلها في سحر العلاج واعالجهم من مكاني هنا. بيسيبوا ماكوتو وبيمشي لحد ما بيوصل لاماكن المصابين والموتى اللي برودة جسمهم بتفكروا بماضيه اما قطته ماتت. بيقطع ليتش حبل افكاره وبيبلغوا انه عالج كل المصابين ومش ناقص غير الاسوأ حاله وهم اللي قدامه فهيركز عليهم. بيطمن انهم لسه عايشين وما ماتوش، وبيساعدوا في علاجهم بالكاي اللي بيزود قوته وبيدمجه مع سحر العلاج، فبيبتدوا يتعافوا. بيروح ماكوتو المكان الانفجار اللي عمله المغامرين علشان يخرجوا من المجال، وبيلاقي ضباب فبيلمس واحد فيهم قبل ما يختفي، وبيشوف ذكريات مغامرة فيهم وانها صاحبة فكرة استغلالهم وسرق كنوزهم وضرب الموجودين بعد ما قفشوهم، وتفجر خاتم مانا بهدلهم كلهم. بيصرخ ماكوتو جامد، وبتفوق المغامرة تلاقي ماكوتو جاي بشكله المرعب، وبيقول لها الخاتم اتفجر وبالصدفة نجيتي منه، يا ترى حظ ولا قدر؟ جوايا رغبة شنيعة ان اقتلكم دلوقتي. بتترعب المغامرة وبتطلع سيفها وبتقول له لا يابا انا مستوايا 96، هو لسه ما وصلش ال100 بس ما تتهورش عشان ما تتعورش. بيرد السيف اللي انت ماسكاه ده كان نسخة متطورة من خنجر الاوريك اللي انت قتلتيه علشان جشعك السخيف. بيقرب ماكوتو منها ببطء فبتتفزع وبترفع سيفها، وفي لحظة بيقطع ايدها الاتنين وبيوقعها، وهو بيقول لها انتوا كمان قتلتوهم بسبب هواسكم بمكانتكم كبشر، قتلتوا نسخة توموي المصغرة والاوريك. بتعيط المغامرة وبتستنجد بيه، فبيقول لها حتى صوتك بشع زيك، وبيطعنها في احبالها الصوتية وبيقطع راسها بالخنجر. بيفكر بلا مبالاة ان دي اول مرة يقتل حد متعمد، وفجأة بتنزل دموعه وبيستوعب ان في عالمه القديم الموت والقتل حاجة محزنة وشنيعة، فبيصرخ وبينزل خزان احزان من عيونه. تاني يوم بيعمل ماكوتو جنازة لتوديع الموتى، وبيقول لتوموي انه سمى ليتش باسم شيكي، وبيسألها انا شفت ذكريات المغامرة ودي المفروض قدرتك، هل ده معناه اني هتحول لمزيج غير بشري منك ومن عنكبوت وهيكل عظمي؟ بتضحك على سذاجته وبيفهموه ان ده بيحصل بسبب قوة علاقتهم وترابطها، فبتطلع قدراتهم في اوقات صعبة بتفيض فيها مشاعره بس ما بتكونش بنفس قوة القدرة الاصلية. بيتعلم ماكوتو من غلطه وبيقرر انه يبني سور حوالين المدينة يحميها، وهيخلي السحالي يقوموا بدوريات مراقبة. وبيروح لإيلد اللي بيقول له قررت اتخلص من النفايات زي الخواتم بدل ما تبوظ الدنيا، وهركب آليات اطفاء وجدران ممتصة للصدمات. بعدها بيروح ماكوتو يعتذر لصاحب الاوريك اللي اتقتل وهو حاسس بالذنب، بيرد عليه الاحسن الشكر بدل الاعتذار، فبيشكره ماكوتو على حمايتهم للمجال. اليوم اللي بعده بيقعد مع رامبرانت اللي بيقول له على مدينة روستجارد المحايدة وان فيها كل انواع المعرفة ويقدر ينشر تجارته فيها من غير تجسس. بيشكره ماكوتو بيقول له الصراحة كدبت عليك في حاجة، بيقلع قناعه فبيتصدموا بمنظره البشع، بس بيمشي رامبرانت الموضوع بلطافة وبيقول له حبي لمراتي وعيالي ما اختفاش بعد ما تحولوا للعنة وشكلهم كان بشع، فما تخليش الموضوع يضايقك، هو انت شكلك شبه فضلات المعيز بس ما تخليش الموضوع يضايقك. بيتأثر ماكوتو بكلامه الجارح بس اللطيف كمجمل. بيبلغ ماكوتو اتباعه باللي حصل وانه عايز يعرف عن اسرار العالم والملوك والبشر وامه وابوه، وعشان كده هيروح لروستجارد، وبيدي توموي وميو هدايا وداع من ذكرياته عن الاسلحة اللي بيحبها. بياخد ماكوتو شيكي
شيكي معاه وبيستعد علشان يسافر، لكن فجأة بتعرف الملكة مكانه وبتنقله لمكان مهجور غريب. في نفس الوقت بيبلغ الخادم رامبرانت ان هتحصل حرب بين جيش البشر والشياطين. بيتفزع الموجودين في المجال بسبب اختفاء ماكوتو اللي بتهجم عليه صوفيا. بيحاول يتفاداها بس بيتقطع له صباعين. بيقول لها موتسوروجي فشلتي في قتله، فبيقوم ماكوتو وهو مرعوب من اللي حصل لايده من قوة صوفيا. بيستوعب ماكوتو ان الملكة هي اللي بعتتهم. بيحاول يتواصل بالتخاطر مع ميو توموي او حتى شيكي لكن بيفشل، وبتهاجمه صوفيا وبيحمي نفسه بالكاي لكن ما بينفعوش قدامها. بيربط ماكوتو دراعه وبيسألهم انتوا مين وعايزين مني ايه. بترد صوفيا احنا اتحدنا مع الشياطين ضد البشر وباختصار انت عدونا وواقف في ساحة المعركة. بيستخدم ماكوتو الكاي وبيكتشف ان في جيوش وحرب هتقوم. بيقول موتسوريجي لصوفيا البشري الدنيء ده مانع تقدم جيش الشياطين فتخلصي منه بسرعة. بتقرب صوفيا من ماكوتو اللي بيهجم بالنيران عليها وبيستغل الفرصة للهروب، لكن بتظهر حواجز بتأخره فبيصلب رجليه وبيكسرها. بيساعد موتسوريجي صوفيا انها تطير فبتوصل لمكان ماكوتو وبتكسر الكاي بتاعه. بتهاجمه من ورا فبيتفاداها بسرعة البدلة الدفاعية. بتستغرب صوفيا من اسلوبه فبيقول لها موتسوريجي ان جسمه عليه حماية ملكية. بتلبس صوفيا خاتم بتكسر بيه الحماية. بيقول لها ماكوتو مش عايز اصدمكم بس في الاساس مفيش حماية ملكية عليا. بيقول له موتسوريجي ازاي وانت اتنقلت هنا بشعاع ذهبي خاص بالملكة. بيرد ماكوتو واضح ان في سوء تفاهم وانتوا عايزين تسوقوه اكتر. بيعرفوا موتسوريجي وصوفيا بنفسهم قبل ما يقتلوه انهم اقوى مغامرين بس اتحدوا مع الشياطين لظروف معينة. بيعرف ماكوتو نفسه بانه تاجر عادي بس مش بيصدقوه وبيستعدوا للهجوم عليه. فبيقرر ماكوتو يخلع خواتم المانا ويحررها. بيتدمر المكان حواليه وبيتفاجئوا بقوته وبيعرف مكانهم بالكاري. فبيطلع سهمه المخصص لاصابة الهدف وبيشحنه بالنار وبيرميه فبيتجزأ لاجزاء وبتهجم عليهم. بيتصدموا بمدى قوته انه بيهجم عليهم بالمايه بعد النار، بس بيحاول موتسوريجي يصدها لانه متقن سحر المايه لكن بيفشل. بتندفع صوفيا تهاجمه وما بيلحقش ماكوتو يتفاداها فبيصد سيفها بسلاحه. بيتكسر سيفها وبيندهش ماكوتو من قوة اسلحة الاقزام. بتيجي صوفيا من وراه تأيده وبتطلع بيه لاعالي السماء وبتسيبه يقع. بيدمر ماكوتو الحواجز اللي في السماء فبتنزل النار عليهم من كل حتة، وفوقها بيديهم هدية خواتمه المليانة بالمانا وبيحدفها بسهم مائي. بتتفجر الخواتم وبتتجمد الجيوش وبيتمحي المكان من قوته الخارقة. ما بيتبقاش الا المدشملين صوفيا وموتسوريجي اللي فقد رجله. بيفوق ماكوتو من النوم وبيحكي الاتباع وانهم غلطوا فيه وافتكروه تبع جيش البشر. بيقول له شيكي شكل الملكة كانت بتجبرك على قتل الشياطين فبعتتك تتخلص منهم. بيشتم ماكوتو فيها وبعدها بيبلغهم انه هيروح لروست جارد مع شيكي يدرس اساسيات السحر وهيسيب توموي وميو بعيد عن انظار الملكة علشان هم اتباعه المهمين واوراقه الرابحة. بيتعرفوا توموي بنسختها الصغيرة الجديدة اللي صنعتها من بقايا قوته فبيرحب ماكوتو بيها وبيسميها كوموي. بيكونوا جندوا اكوا وايريس وموندو في المجال. بيفتتح ماكوتو محله في تسيجي وبيتشهر بالرغم من كون اللي بيديروا نص بشريين. بيعرف ماكوتو ان في بطلين بشريين من عالمه جم هنا بس لسه مش هيقابلهم، وبيعتذر لكونومي انه دايما بيفتكرها وهو حاسس بالذنب انه سابها وهرب، بس هيبذل جهده ويحسن من نفسه علشان يبقى اقل فظاعة ويقابل ابوه وامه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الانمي. استنونا الفيديو الجاي واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. سلام.